جماعه انا ما بحبش طاهر محمد طاهر. الموضوع ما عادش مجرد ان انا ما بحبش طاهر محمد طاهر، لا ده بقى ان انا لما بشوف طاهر محمد طاهر في الملعب ببقى عايز اعمل والله بجد بجد. لا مش كده، مش كده يا كابتن طاهر. كابتن طاهر هاشتاج اعتزل، اعتزل يا كابتن طاهر الله يكرمك. بس الحقيقه انت لو جيت تفكر فيها فهتشوف ان والله ماتش النهارده النتيجه كويسه بس الاداء مفيش. يعني ده تقريبا رابع اسوأ ماتش انا شفته في حياتي للنادي الاهلي. الثلاثه التانيين مش هقول لك عليهم، بس يعني ايه، ده بجد من اسوأ الماتشات اللي انا اتفرجت عليه. بس قبل ما نبدا في حاجه ما تنساش حط لايك، اشترك في القناه، زر الجرس تلاقيه عدى عليه، ويلا بينا عشان نشوف ازاي الاهلي قدم مباراه سيئه جدا بس خرج بنتيجه مقبوله. مبدئيا كده انا يعني ما عنديش اي نوع من انواع الاشاده في الماتش كله كمجمل، يعني غير لتقريبا لعيب واحد او ممكن يبقوا اتنين، غير لكابتن مصطفى شوبير اللي قدم ماتش كبير جدا وقدم ماتش عظيم جدا وكان مقدم ماتش عالمي وشال كذا كوره وكان يعني الله عليك يا اوفا، يعني اوفا استمر والله. والاشاده الثانيه هي نوعا ما لياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم اللي على الاقل كان واقف على رجله في الدفاع. الدفاع الاهلي النهارده اللي انا كنت بشوف حاجات غريبه، انا اول مره اشوف منطقه جزاء الاهلي فيها 9 ولا 8 لعيبه، 8 لعيبه واقفين في المنطقه واحنا في نص الماتش لسه. يعني انت مش كسبان 1-0 فبتحافظ، لا احنا لسه في نص الماتش نتيجه 0-0، 8 ولا 9 لعيبه في منطقه جزاء الاهلي. انا دي ما شفتهاش، انا دي ما شفتهاش بجد بجد. النهارده كان شيء غريب جدا. تبص كمان على نص ملعب، نص ملعب الاهلي اللي كان تايه توهان مش طبيعي، مش طبيعي. يعني النهارده لعيبه الاهلي خصوصا في نص الملعب، اكرم توفيق انا ما حسيتش بيه في طول ال 70 دقيقه اللي هو لعبهم. اكرم توفيق تقريبا كان متحجم ولا ايه؟ انا اكرم توفيق لا شفته بيستخلص ولا شفته بيساهم في بنى لاعب ولا شفته بيعمل اي حاجه. وقفشه لما نزل الاهلي شم نفسه بتاع ربع ساعه اللي هو لعبها. غير كده اكرم توفيق تقريبا ما قدمش حاجه تقريبا. امام عاشور نفس الكلام، امام عاشور كان افوق واحد شويه، كان بيقدم حاجات يعني كان عمل كذا باص وبتاع وكان بيحاول خصوصا في الشوط الاول، لكن بعد كده تحس ان نص ملعب الاهلي مات، نص ملعب الاهلي مات. مروان عطيه برده كان بيعمل فاولات مهمه برده وكان مقدم يعني نوع من انواع اللي هو اللي على الاقل محافظ لك على الجانب الدفاعي في نص الملعب، لان نص ملعبك كان ضايع، انت لا بتهاجم ولا انت بتدافع. طبعا في جناحين فراخ كابتن حسين الشحات عمل كذا كوره وبتاع، بس هو عمل كوره وكوره تانية حاول يحنكش فيها، رضا سليم نزل كان عمل خطوره اكتر. يعني انا بجد الوينجين النهارده كانوا في قمه السوق، قمه السوق، ما عدا يعني حسين شحات كان شغال يعني نوعا ما كان شغال. بس كابتن موديست يعني حد يبلغه ان احنا نلعب ودي كتير الفتره، يعني الماتشات الجايه كلها وديه يا كابتن موديست. هو ما وصلوش كور. يعني انا النهارده ما عنديش عتاب قوي على كابتن انتوني موديست جده، لانه ما جالوش اي فرصه يعتبر الا كوره واحده براسه لعبها ما تقريبا طلعت بره حاجه كده، او حتى ما لعبهاش مش فاكر المدافع هو اللي لعبها ولا هو. بس غير كده موديست ما قدمش حاجه تذكر قوي يعني في الماتش، لان هو ما جالوش كور، وانت عارف ان هو ده جايبه عشان تديله في الصندوق، وانت كنت بتديله في الصندوق وبيضيع، دلوقتي ما بتديلوش في الصندوق وعايزه يجيب جون. يعني انا مش فاهم. لو دخلنا بقى على فرقه شباب بلوزداد، فرقه شباب بلوزداد النهارده اللي كانت نازله عايزه تكسب، عايزه تاخد ال3 نقط باي شكل. كان باين جدا ان فعلا ال3 نقط دول هيفرقوا معاهم جدا، واحنا برضو بس انا مش فاهم ليه الاهلي بيحب السسبنس يعني. بس ماشي، فرقه شباب بلوزداد والله كانت نازله بالثلاثه ورا 5-2 او 3-4-3 على حسب، يعني على حسب. ففرقه شباب بلوزداد كانت نازله بال3-4-3 بتعتمد على الوينج رقم 10 ولا مش فاكر ده وينج ولا كان مهاجم، لعيب رقم 10 كده بيلعب ناحيه الشمال، لعيب حريف قوي. وكان عندهم برضو واحد في نص ملعب رقم نمره 6 برضو كان لعيب هو تقريبا اللي ممشي نص ملعب شباب بلوزداد على مزاجه. وفعلا شباب بلوزداد مسك كتير، مسك تقريبا طول الماتش مفيش خطوره للاهلي الا في فرصتين ولا فرصه واحده حتى. الفرصه الثانيه طاهر مفسد هجمات الاهلي الاول، يعني اي كوره اي هجمه للاهلي المفسد الاول ليها كابتن طاهر محمد طاهر. فانت ما شفتش الا هجمه واحده تقريبا اللي هي بتاعت حسين الشحات، اللي هي الكوره الوحيده تقريبا لاكرم في الماتش، اللي هو قام جاي شايلها وبتاع ولعبها برجله قدام راحت لحسين الشحات، حسين الشحات لعبها بس ضاعت. غير كده انت ما شفتش فرص ثانيه، كل الكور موجوده من ناحيه هاني، بيلعبوا بشكل كبير قوي من ناحيه هاني، اللي فعلا هاني كان دفاعيا تايه هجوميا تايه. النهارده ما قدمليش ماتش يعني قوي. الناحيه اليمين بتاعتهم اللي هي الشمال اللي فيها علي معلول ما لعبوش من عليها قوي، لكن علي معلول ما كانش وحش ما كانش حلو، يعني علي معلول كان عادي، علي معلول كان عادي. وانا مقدر ان سفر ولاعيبه كانت في المنتخب وبتاع، بس واحد زي حسين الشحات، واحد زي طاهر، واحد زي موديست، واحد زي اكرم توفيق، واحد زي في الدفاع ياسر ابراهيم ما لعبش اصلا في افريقيا فيعتبر فت
فانت عندك 5 6 لعيبه اللي هم اصلا نص التشكيله ما كانوش بيلعبوا، حتى لعبوا ماتشات وديه المفروض رجلهم حتى في الملعب. انا استغربت الموضوع ده جدا. بتشوف ازاي ان في كذا كره لشباب بلوزداد خطيره، بتشوف ازاي ان مصطفى شوبير كان واقف فعلا شال كذا كوره، والعارضه برده شالت فاول كان حلو قوي محطوط وماركون بص لفه مفيش كده، بس الحمد لله العارضه شالتها. وفي كذا كوره. اللي استغربته كمان ان كابتن كولر، لو انت وصلت حد هنا اشترك لايك زر الجرس برضه دوس عليه، يعني ايه علي الدنيا كده. المهم يعني، فاللي انا استغربته فعلا ان كابتن كولر فضل مقعد طاهر والشحات واكرم في الملعب لحد الدقيقه 75. ليه يا كابتن كولر؟ يا كابتن كولر ليه؟ وبعدين فين بقى الناس بدون ذكر اسماء اللي طلعت تقول لك الاهلي وكولر يجهزوا مفاجاه لشباب بلوزداد، الاهلي سيعمل مش عارف ايه، الاهلي فين يا جماعه؟ فين؟ انت النهارده نص ملعب الاهلي كان حاجه صعبه. انت النتيجه خدت اللي انت عايزه من الماتش، ونقطه واخدها من الجزائر، انت خد نقطه وانا اخد نقطه ونتعادل هنا ونتعادل هناك ونخش حبايب قوي وبتاع. بس يعني احنا يعني لو 3 نقط كان هيبقى انضف، يعني على الاقل تضمن صداره ولا بتاع. انت دلوقتي مش عارف انت المتصدر ولا بتاع مش عارف، بس انت بتدخل نفسك في حسابات يعني ملهاش لازمه. انت كل الفرق ليها حظوظ، انت لو خسرت ماتش من الجايين والفرقه اللي كسبتك دي كسبت الماتش اللي قبله، تخش في حسابات بقى وبتاع وهي مش ناقص. ولا انت تحب السسبنس في التاهل ولا ايه؟ انا مش عارف. شوف حتى بعد ما عمل تغييراته لا في فوقان، في على الاقل يعني اخر 10 دقايق انت شميت نفسك فيهم لما رضا سليم نزل بالسرعات اللي عنده، لعيب سريع قوي ما شاء الله، يعني لعيب سريع. عندك كمان لما طلعت كابتن موديست ونزلت كهربا، كهربا حاول يستلم يعمل بتاع، بس زي ما اقول لك هم كهربا موديست الاثنين ما جالهمش اصلا فرص، فما تقدرش تحكم عليهم. لما طلعت اكرم ونزلت واحد زي قفشه اللي كان على الاقل بدا يمسك لك رتم نص ملعب شويه، يمسك لك رتم نص الملعب نظف. عيب بس زي ما بقول لك يعني، فهو كان ماسك رتم نص الملعب. وازاي ان انت بدات تمسك كوره شويه في اخر 10 دقائق وتحاول في كذا فرصه الكوره اللي لعبها لكريم فؤاد اللي نزل كمان مكان محمد طاهر. يعني على الاقل كابتن كريم فؤاد عمل كذا فرصه حاول يعني، فيعني تشكر يا كابتن كريم. جات له فرصه حلوه قوي ملعوبه من قفشه اللي خد انذار ملوش لازمه. يعني انا مش فاهم ايه الانذار الهفا اللي انت خدته ده يا كابتن قفشه، انا مش عارف. بس هو فعلا كان كويس. عمرو السوليه لما نزل انت ما لحقتش تشوفه اصلا بتاع لعب 3 4 دقائق. بس عمرو السوليه لو كان نزل مكان امام عاشور بدري شويه على الدقيقه 60 كده ولا حاجه كان هيديك نص ساعه محترم. عمرو السوليه لما بينزل خبرات، لعيب تقيل، عارف انت معتق، لعيب كوره يا عم. هو ما بداش اساسي لان قالوا ده مصاب وبتاع والانزعاجات ومش عارف ايه، انا مقتنع ان هو ما يبداش، بس على الاقل كنت تستغله في وقت ابكر من كده، كنت تستعمله في وقت بدري شويه. لان خصوصا ان شباب بلوزداد انه يفضل ماسك عليك كوره 80 دقيقه وانت مش عارف تجاري النسق بتاعه، وهم حتى ما بيعملوش تبديلات كتير، ده هم كانوا بيلعبوا بالاساسيين، عندهم نص ملعبهم كان واكلك. فانا مش فاهم انت ليه اتاخرت كل ده. بس في الاخر انت بتتعادل بتاخد نقطه وتروح على مصر وكله انبسط، هم خدوا نقطه نصعد احنا الاثنين كده وكله ينبسط وكله يفرح والدنيا تبقى زي الفل. فبس لو وصلت لحد هنا ما تنساش لايك اشتراك زر الجرس عدى عليه عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله. سلام يا معلم.